5 سيديات بجنيه. الحمد لله ناس محترمه وسعيده، ما لناش احنا في الكلام ده. توكل على الله من هنا. استنى بس هقول لك الاول. طب استنى هفهمك استنى بس. ليك في السكه دي ولا ايه؟ هم 3 جنيه كمان يعني غير اي حاجه. حضرتك لو قلت لي لا احسن ما تعمل الكلام ده. بياعين بيبيعوا كل اللي ممكن تكون عاوزه أو تحتاجه أو حتى ما تحتاجهوش في كل شارع وكل مواصلة في كل مكان. أكثر من 6 مليون بائع متجول منتشرين في كل أنحاء الجمهورية، منهم اللي بيجري ورا أكل عيشه ومنهم اللي واخد الموضوع تسول. يا ترى إيه أغرب حاجة اشتريتها من البائع المتجول؟ حاجات الودان مثلا، سنان عشان احنا بنحتاج سنان كتير، مواصلات وسويتشات وراوترات، اكسسوارات بناتي، خواتم، الحاجات دي كلها. الادوات المنزليه دي بيبقى ناس كتير محتاجاها يعني. بوظوا المحلات كلها يعني، حتى الكمامات بقوا يبيعوها في الشارع. جربنا نشوف تفاعل الناس مع بياع بيبيع سيديهات فيها مواد غير مناسبة. يا ترى هيكون رد فعل الناس ايه عليه؟ ازيك يا ريس؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ بقول لك يا باشا، انا بعمل زي مشروع صغير كده، بطبع سيديات يعني على الكمبيوتر وكده، وببيعها ال 5 سيديات بجنيه. ده عباره عن ايه السيدات دي؟ فيها افلام زي ما تقول كده، ايه، افلام زي ال 18 يعني كده. ليك في الحاجات دي ولا ايه؟ لا والله. ليه؟ لا اي شغل تاني انا معاه. ايه؟ مش في الافلام. ليه بس؟ هنعمل ايه؟ يا عم الحاجات دي اللي سوقها ماشي دلوقتي. على الله والله ما ها؟ ماليش فيها اصلا. يا عم الناس كلها بتدوس في الكلام ده، انت ها؟ كل شغال. 5 بجنيه؟ اه. هو مثلا فيهم ايه طيب؟ افلام، بس افلام مش هتلاقيها على النت زائد 18. ببيع سيديات يعني عليها افلام وحاجات زي كده يعني. مهرجانات يعني؟ لا، فيديوهات كده زائد 18. لا ماشي، نشوف كده واجي لك تاني. ها؟ اشوف افكر واجي لك تاني. ليه؟ طب ما هو احنا فيها دلوقتي يعني. الحاجات دي على فكره مش موجوده على النت يعني، دي حاجه برايفت قوي، حاجه خاصه انا جدا. عارف، ما عشان بس يعني اشوف كده وافكر واقول لك. ال5 سيديات بجنيه ماشي، بس يعني هي سيديات ما تشوفهاش مع حد، تشوفها لوحدك يعني. يا عم توكل على الله من هنا. يلا يا عم يلا. توكل على الله من هنا. طب بقول لك على حاجه. طب خلاص، انت واقف هنا ليه طيب؟ انا واقف بس طيب بحاول ماشي، انت استرجع. هتبيع ازاي هنا؟ ده بقى يقول لك هبيع افلام ايه يا عم؟ افلام بس يعني افلام حاجات يعني تشوفها لوحدك يعني، عشان افلام من على النت. بس استنى بس هقول لك الاول. طب استنى هفهمك استنى بس. هقول لك بس لو ما عجبكش الكلام امشي وسيبني خلاص، بس اسمعني لغايه الاخر. انا ممكن ادي حياتك سيديات مجانا تبص عليها وتشوف لو عجبتك ممكن تيجي لي تاني. ماليش في الحاجات. طب انا ممكن يعني حضرتك اديك مثلا، يعني انا معاك بس مش هينفع ان انا اخدها. ليه؟ يعني انا تحت امرك بس مش هينفع ان انا اخدها. بس الحاجات دي على فكره سوقها ماشي اصلا. ايا كان يعني. بص، هم 3 جنيه كمان يعني غير اي حاجه غير الحسابات. يعني غير السيديات. انت قلت زي 18؟ اه. لا ما بشوفش انا الحاجات دي. ليه؟ لا يا عم ما بشوفهاش. هي دي اللي سوقها ماشي اصلا دلوقتي الحاجات دي. ماشي، هم مع نفسهم بقى. ها؟ مع نفسهم بقى يا عم الحاجات دي هي كل الشباب دلوقتي بقى مقضيها على ماشي، الشباب مع نفسهم بقى. ها؟ انت مالكش يعني في الحاجات دي ولا ايه؟ لا ماليش. اقول لك على حاجه، خد سيديتين مجانا، لو ما عجبكش خلاص. انا ماليش. مالكش في الحاجات دي ليه يا عم؟ هي دي الحاجات اللي سوقها ماشي اصلا، هي الناس كلها عايزه الكلام ده. طب هقول لك يا عم توكل على الله، خلينا نصطبح على الصبح لسه ما اصطبحناش. انا ازاي ال 18 والكلام ده؟ بس الحاجات دي مش موجوده على النت، دي حاجات يعني برايفت يعني. ليه يا عم؟ يا عم الحاجات دي اللي سوقها ماشي. طب تعالى بقى، انا لسه بتكلم معاك. طب شوف طيب هتعجبك ولا لا؟ طب استنى بس هديك ببلاش. طب هقول لك على حاجه بس. الحاجات دي هي اللي سوقها ماشي دلوقتي في الدنيا، صح؟ بس في حاجات ممكن تكون احسن من كده. اي نعم كلنا شباب والكلام ده كله، بس زي ما في حرام في حلال وفي كل حاجه. انا بعمل حاجه ومش عارف هي صح ولا غلط، انت انصحني، انت زي ابويا. ما انا بقول لك انا بعمل سيديات بصراحه زي ال 18 يعني، سيديات غلط. افلام بقى اجنبي. انت حرام عليك، يبقى انت بتوزن الناس كده على الفاضي. ايوه بس اعمل ايه يا حاج؟ ما هي دي الحاجه اللي سوقها ماشي. طب ما تشيلي سوقي يعني زي ما الناس بتعمل. لا شوف اي حد تاني من الشارع يجيب منك الحاجات دي، لكن انا ماليش انا في الحاجات دي. طب اقول لك على حاجه، انا اديك سيديين ببلاش. الحمد لله ناس محترمه وسعيده، ما لناش احنا في الكلام ده. حضرتك لو قلت لي لا احسن ما تعمل الكلام ده. لو دخلك هيبقى 10 جنيه في اليوم احسن ما دخلك ب 1000 جنيه في اليوم. سيدات ايه؟ سيديهات كده شويه حاجات زي ال 18 حلوه. سيدات ايه طيب؟ افلام يعني وكده. افلام؟ اه. شرط حاجه دينيه كده. مره ثانيه ان شاء الله. لا والله مش طبعا. السيديه بجنيه بس، بجنيه.
يعني مش حاجه يعني، ده جنيه. ها؟ لو عاوزها هاخدها منك. ده هي دي اللي سوقها ماشي اصلا. لا ربنا يحفظك. بجد والله. معلش الله. طب نفعني باي حاجه، ده جنيه واحد يا بس عم يعني. والله هعمل بايه طيب؟ ها؟ انا اعمل بايه طيب؟ ليه ما سوقها ماشي الحاجات دي إيه؟ اصلا؟ الحاجات دي سوقها ماشي دلوقتي. ماشي انا اعمل بايه يعني؟ آه. انت شكلك محترم يعني، اللي انت بتبيعه ما ده السوق يعني سوق الحاجات دي ماشي سؤال دلوقتي. إيه؟ انت عبيط ولا هبل ولا ايه النظام؟ ما هي الحاجات دي هي لا اللي ده سوقها. كده شغل عبط. اللي انت بتعمله ده كده عبيط. في جوه حاجات مش كويسه. يا عم انت تعرف الحاجات الدينيه قران احاديث هتاخد ثواب اكتر. هي حاجات يعني، بس هو ده السوق اللي ماشي دلوقتي. والله هتلاقي برضه رزقك يعني، خليها على الله. انت صدقني والله يعني ساعات الواحد بيتخيل ان هو ده اللي شغال، هو ده اللي هيكسب منه. اللي هي الباب ده مقفول. يعني يحسن ظنه بربنا سبحانه وتعالى ويسحب حاجه ثانيه حلال اللي ربنا فتحها له من اوسع الابواب. صدقني والله. شارع 306 أو 30/6 مشروع تعتمد فكرته الرئيسية على تقديم الدعم المادي واللوجستي للشباب الراغبين في مشروعات تشغيل عربات المأكولات. شفنا تجربة باع المتجولين إن ممكن حد يبيع حاجة بدون رقابة. الدولة واخدة الموضوع ده بكل جدية وحزم، وبدأت إن هي تعمل لهم أماكن على أعلى مستوى عشان تقدر توفر لهم الراحة ويكون في رقابة للموضوع ده. إحنا دلوقتي 6 أكتوبر. هو ده اتحصر على الطبيعة، لكن واحد قاعد في الشارع محصور على الطبيعة. يعني في لجنة نزلت حصرت الناس دي على الطبيعة ما بين الكر والفر مع المرافق مع جهاز المدينة. فمن هنا جت الفكرة انهم يتبنوا انه يبدوا الناس دي باكيات علشان يقعدوا فيها. ففي شركة تقدمت ان هي عايزة ارض مقابل انهم يبدوا باكيات ويتحصر بسعر زهيد ليهم. ان ده قاعد على الطبيعة في الشارع كذا مرة. فمن هنا جت فكرة تقنين وضعه ازاي انه يجي في مكان آدمي يعني. هنا الفكره برضه تبنتها الهيئه وبنبني مكان تاني على حساب الهيئه نفسها بقى. يعني جهاز المدينه عنده الارض طرحناها لشركات تقدمت ليها، احنا اللي بنبني على حساب الدوله بحيث ناخد الناس الباعة الجايين اللي موجودين في الحي السادس في منطقه اسمها تايجر لاند، ارض فضاء هناك بجوار المدرسه الثانويه العسكريه في الحي السادس. ليلى أفضل مثال ممكن نجيبه، اتنقلت من فرشة في الشارع لمكان راقي وفرته الدولة ليها. كنت واقفة في الشارع الأول كنت ببيع، بعدين فتحنا معرض عند الحصري بس ما حصلش برضه نصيب لأن مامتي تعبت شوية، وجينا هنا يعني فتحنا هنا محل أجرنا هنا، بس الحمد لله ماشي الحال والمحل حلو. هنا محل نضيف في وسط حتة حلوة وفي وسط يعني كمان في ناس واقفة على المحلات وتخلي بالها من المحلات، لكن في الشارع كانت ممكن أي حاجة تتسرق. حاجة حلوة جدا يعني إن عمل هنا في المشروع ده، لأن احنا برضك مش لاقيين حاجة نفتحها، كنا بندور برضك على محلات وكده. عشنا مشكلة الباعة الجائلين اللي عاملين زي القنبلة الموقوتة. البائع الجائل ممكن يبيع الممنوع والمحرم بدون أي رقابة وفي أي مكان. علشان كده الدولة سخرت كل أدواتها وجهدها لمحاربة الظاهرة ديت. ده نموذج مصغر للجهود الجبارة اللي بتقوم بيها الدولة كل يوم علشان ترعى أولادنا وشبابنا وتوفر لهم البيئة المناسبة للنجاح والتطور. شوفوا إحنا كنا فين وبقينا فين ورايحين على فين.